سلام الله عليكم. رغبة دياز في تمثيل أسود الأطلس تخلق أزمة بينه وبين ريال مدريد. كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موجود أزمة بين إبراهيم دياز لاعب فريق ريال مدريد ومسؤول ناديه في الساعات الأخيرة، وذلك بسبب رغبة اللاعب في التواجد مع منتخب المغرب في كأس إفريقيا 2024. وبحسب التقارير، فإن إبراهيم دياز توصل لاتفاق على تمثيل منتخب المغرب في الفترة المقبلة بدلا من تمثيل منتخب إسبانيا، وذلك بعد أن تواصل مع وليد الركراكي والمسؤولين بالاتحاد المغربي لكرة القدم. وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن منتخب المغرب يؤكد أن إبراهيم دياز يريد اللعب في بطولة كأس إفريقيا 2024، لكن ريال مدريد لا يريده أن يشارك، لأن النادي لا يريد خسارته في شهر يناير، وهو ما يتعارض مع رغبة اللاعب في تمثيل أسود أطلس. ولد براهيم دياز في إسبانيا لام أبوين إسبانيين، ولكن اللاعب مؤهل للعب في منتخب المغرب بسبب جدته لأبيه التي تمتلك أصول مغربية. وشارك دياز رفقة منتخب إسبانيا للشباب في سن 16 في بطولة أوروبا تحت 17 سنة، حيث تلقى المديح عن أدائه. وحكيمي يواصل توهجه الهجومي بهدف جديد في شباك رين الفرنسي. سجل الدولي المغربي أشرف حكيمي هدفا خلال فوز فريقه باريس سان جيرمان على رين بنتيجة 3-1 مساء أمس الأحد، وذلك برسم الجولة 8 من الدوري الفرنسي. وأحرز أسد الأطلس الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، بعد 4 دقائق من الهدف الأول الذي سجله البرتغالي في تينيا. وتمكنت رين من تقليص الفارق بفضل أمين غويري بعد بداية الشوط الثاني في الدقيقة 56، قبل أن يسجل راندال كولو مواني الهدف الثالث للباريسيين بعدها بدقيقتين. وبهذا الفوز يحتل نادي العاصمة المركز الثالث في ترتيب البطولة برصيد 15 نقطة خلف نيس 16 نقطة وموناكو 17 نقطة، فيما يحتل رين المركز الثامن برصيد 11 نقطة.